زي ما انت عارف ان السوبر المصري هيبدأ النهارده، والبطولة مهمة جدا للاربع أندية، والاربع أندية يا جماعة لهم حق مشروع يكسبوا البطولة. ولكن السوبر انت عارف اللي هو بطولة نهاية موسم وبداية موسم، والفرقة اللي هتكسب البطولة ديت هتقدر تساعدها الفترة اللي جاية وتبني عليها المرحلة اللي جاية. ولكن اكتر نادي مطالب اللي هو يحقق البطولة ديت وعليه ضغط كبير هو الاهلي. الاهلي عليه ضغط من الجمهور، والاهلي عليه ضغط من الاعلام بسبب الاداء العشوائي والكوارث اللي بتحصل في الدوري. فالنادي الاهلي بيلعب البطوله من اجل التاريخ، ومن اجل فرض سيطرتك، ومن اجل الهيمنه اللي انت عاملها على بطوله السوبر. فلو جيت تتكلم تحلل كده الاربع انديه، لو جيت تبدا بنادي سيراميكا، نادي سيراميكا يا جماعه فرقه بتلعب من اجل الشهره، فرقه بتلعب من اللي هي انا خدت كاس الرابطه، لو خدت السوبر يا هنانا يا سعدنا، ما خدتش السوبر ما حدش هيتكلم معايا. فرقه ما عليهاش اي ضغط، فتلاقيها مثلا بتلعب بكل اللي هي عايزاه. الدنيا رايقه، الدنيا عندها مرتاحه، اكسب او اخسر ما حدش يتكلم معايا. طيب، لو جيت تتكلم على فريق زي بيراميدز، بيراميدز افضل فترات حياته الفتره الحاليه. فريق اخذ افريقيا، راح بعدها لعب اهلي جده في السعوديه، خد بطوله الكاس 3 قارات. فريق اخذ السوبر الافريقي، فرقه وصلت دور المجموعات، فلو خسرت السوبر هتعدي. لو خسرت السوبر محدش هيتكلم معاها، ما واخدين بطولات قاريه. طيب، نادي الزمالك يا جماعه لو خسر البطوله عنده بدل العذر 100. هيقول لك احنا لسه ماشيين مدرب، عندنا ازمه اقتصاديه، عندنا ايقاف قيد، ما فيش سيوله في النادي، لسه جايبين احمد عبد الرؤوف اول مباراه، لسه عاملين ايه، الدنيا عندنا مش افضل حال. لو خد البطوله بيمجد ويعظم، وده حق كل نادي. فعشان كده ال3 انديه دولت لو خسروا البطوله ما حدش هيتكلم معاهم. لكن النادي الاهلي لو خسرت البطوله صعب. لو خسرت البطوله انت رايح في سكه مش حلوه. لعيبه بقى ممكن تتسرع، اداره ممكن تتهاجم، مدرب ممكن يتهاجم في وضع مش حلو. ودايما المدرب الجديد للنادي الاهلي اول بطوله له بتبقى بطوله السوبر. افتكر معايا فايلر لما غلب الزمالك 3-2 في برج العرب، افتكر معايا كولر لما غلب الزمالك ايضا في الامارات. فيستروب يعني نتمنى اللي هو يحقق البطوله. بطوله مهمه جدا للاهلي يا جماعه، الفرقه الوحيده اللي عليها ضغط، والفرقه الوحيده اللي مش هنقبل ان السوبر يضيع. لان السوبر ده في حال لو الاهلي كسبه قادره اللي هي تخليك المرحله اللي جايه بتخش اللعيبه عندها ثقه، اللعيبه عندها روح المعنويه عاليه، اللعيبه عندك اول مره تلعب في النادي الاهلي تكسب بطولات، هتدوق طعم البطولات. فالمرحله اللي جايه في حال لو انت كسبت السوبر هتبقى مرحله كويسه، وهتبقى مرحله عوده الثقه للعيبه وعوده الثقه في الفريق. عشان كده احنا بنطالب ان اللعيبه النهارده او اللعيبه في بطوله السوبر لا مجال للتخاذل، ولا مجال ان البطوله ديت تطلع بره الاهلي.